وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. النهارده هنعمل معاكم ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، طبعا عرفتوا. هنعمل معاكم التمر الهندي الجميل، اللي هو من واحد من المشاريب الجميله اللي احنا بنعملها في رمضان، وبيبقى طعمه حلو قوي وجميل قوي، بيفتح النفس على الفطار. آه، هنقول لكم هنعمله ازاي معاكم، وطبعا هنعمله في البيت. بيبقى طبعا في منه البودر، وفي منه اللي هو الطبيعي زي اللي انتوا شايفينه دوت. فاحنا هنعمله، طبعا انا بفضل ان احنا نعمل اللي هو الطبيعي طبعا. هنعمله في البيت. بتبقى حاجة نظيفة، وبيبقى ايه طعمه جميل، وانت بتعملي حاجة لولادك بايدك. وزي ما قلت لكم، حاجة نظيفة بتعمليها في البيت، لان التمر الهندي التاني اللي هو اللي في السوق اللي هو البودر، بيبقى فيه حاجات يعني مش حلوة، زي السكر، ملح، ليمون، حاجات مش صحية يعني. فالطبيعي طبعا بيكون احسن، اللي انت بتعمليه في البيت بيبقى احسن. تعالوا بقى مع بعض كده اقول لكم هنعمله ازاي. طبعا احنا مش محتاجين حاجات كتير، احنا حاجة واحدة بس اللي احنا هنعملها، ان احنا هنجيب ربع كيلو من التمر هندي الطبيعي. في منه اللي هو المكور دوت، وفي المربع. احنا هناخد اي حاجة من اللي هو الطبيعي دوت. ومحتاجين كوبايتين سكر، او بمقام نص كيلو سكر. وهو بيحتاج بقى 3 لتر من المية، يعني حاجة سهلة وبسيطة، ومش محتاجة تعب ولا محتاجة اي حاجة. تعالوا يلا بقى نجيب التمر الهندي بتاعنا، ونجيب حلة ونقول لكم هنعمله ازاي. يلا بينا. اول حاجة بقى جبنا الحلة زي ما انتم شايفين، وهنجيب بقى ايه نحط فيها ايه المية بتاعتنا. ده اول لتر، وده تاني لتر، ودي معانا تالت لتر. بعد كده هنحط بقى السكر بتاعنا زي ما انتم شايفين. انا نزلت طبعا كده زي ما انتم شايفين بالميه، ورحت نازله بقى بالسكر. هبتدي بقى اقلبه كده شويه لحد ما يدوب معانا. بعد كده بقى هنزل بقى بالتمر الهندي بتاعنا. انا حاولت اكسره، هو جامد، فانا هسيبه بقى ايه هو يدوب كده ايه مع نفسه في الميه. هسيبه كده لحد ما يفك كده بقى مع نفسه على النار شوية كده. وبعد كده هطفي بقى عليه النار، واسيبه بقى ساعتين 3 من غير النار طبعا، على جنب كده. اغطيه واسيبه ساعتين 3 كده لحد بقى ما ينزل العصارة بتاعته واللون بتاعه الجميل دوت في المية كده. وبعد كده هنصفيه بقى مع بعض. بصوا كده ابتدى يفك اهو زي ما انتوا شايفين اهو، وبصوا اللون بتاعه ابتدى بقى ينزل الطعم بتاعه واللون بتاعه في المية زي ما انتوا شايفين. بصوا اللون. كده زي ما انتوا شايفين فك خالص اهوت. هبتدي بقى ايه اطفي عليه النار، واسيبه بقى ايه ياخد خلاصة الطعم بتاعه واللون بتاعه الجميل كده. وبعدين ايه هوريكم هنعمل ايه. هنسيبه طبعا ساعتين 3 كده، ونرجع لكم تاني. خلاص التمر بتاعنا خلاص زي ما انتوا شايفين اهوت، طري خالص اهوت. يعني هنبتدي بقى ايه نصفيه، وكان السكر داب.
لان السكر من الحاجات اللي ما بتطبش في الساقع بسهولة. هنبتدي بقى ايه، ناخد ونصفيه بقى. هنجيب بولة كده وهنجيب مصفى كده عشان نصفيه. بعد ما صفيناه زي ما انتوا شايفين اهو، دلوقتي بقى ايه هنصب الكوبايات كده. التمر هندي بتاعنا خلص زي ما انتوا شايفين اهوت، احلى كوبايه تمر هندي وتقيل وزي الفل اهوت، زي الفل زي الفل. والباقي اهوت عمل معانا 3 لتر. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مره يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم منوعات مطبخ ايموني. باي باي، وكل سنه وانتم طيبين.